يوم جديد في حياتي لسه مستمرة في محاولاتي في ان ليلى ترجع تاني تحب الاكل، فعملت لها بقى النهارده توست كده بالكيري، قطعته قطع صغيره علشان تكون على قد ايديها. كمان عملت جنبهم بطاطس، وعملت لي انا كمان بقى فطور لذيذ كده. كان عباره عن توست حطيت عليه بقى صوص رانش وكمان خس وتركي وجبنه رومي وافانسي، وعملته كده في التوست عشان يقرمش كده معايا ويكون شبه اللي بنجيبه من بره. بس بقى ملحقتش ان انا افطر في البيت، فاخدته بقى في لانش بوكس كده وقلت افطر بقى في الشغل. وكمان بقى لبست ليلى ونزلتها الحضانه. رجعت البيت بقى كان في حاجات كتيره قوي عايزه تتعمل لها ريستوك، منهم البامبرز بتاع ليلى، فعملته كده وحطيته بقى في الدرج بتاعه. كده بقى حطيت هدومنا في الغساله عشان تتغسل. وكمان بقى ما كنتش مقرره ان انا اعمل غدا النهارده ايه. ماما كانت عامله لي بقى برجر الفراخ ده جاهز كده على التحمير على طول، فعملته كده. ما كانش عندي عيش كايزر، فعملته في التوست برضو عليه خس وصوص رانش وجبن. عملته في الساندوتش ميكر، وبعد كده اديت جنبه حاجه ساقعه وبطاطس. واتفرجت بقى على المسلسل وانا بتغدى. بقى في الحوض بقى المواعين بتاعه الغدا فغسلتهم واخدت الفيتامين بتاعي، وبعد كده روقت اللبن كده على السريع وبس يومي خلص.